كنت أمشي مع صاحبي في طريق مظلم وهادي، ما كان ينسمع غير صوت خطواتنا. فجأة النور انطفأ وصاحبي سكت تماماً، لا كلمة ولا نفس. مديت إيدي أتحسس الطريق لين وصلت للكشاف الصغير اللي دايماً أحطه بجيبي. شغلته بسرعة ووجهت الضوء مباشرة على وجه صاحبي عشان أطمن، بس اللي شفته خلى الدم يتجمد بعروقي. كانت أذانها طويلة بشكل غريب ومخيف، تشبه أذان الشياطين. وجهها كان عليه ابتسامة عريضة وباردة، ابتسامة ما تشبه أبداً تصرفاته ولا كلامها اللي كان قبل شوي هو معصب ونرفز. والأغرب من كل هذا إن عيونها كانت بيضة بالكامل بدون سواد، كأنها عيون واحد ميت، عيون ما فيها أي روح. بهذيك اللحظة فهمت الحقيقة، هذا مو صاحبي، هذا شي تاني، شبح، جن، بس أكيد مو إنسان. وأول ما حس إن اكتشفت حقيقته هجم علي فجأة، وبدأ يصدر صوت نباح بالضبط مثل نباح الكلاب، ويقرب مني بطريقة مرعبة. قلبي كان يدق بقوة، بس رجولي ما كانت قادرة تتحرك من مكاني. ثبت بمكاني وبدأت أستعيذ بالله وأقرأ اللي أقدر عليه من القرآن، وأردد المعوذات بصوت يرتجف من الخوف. وكل ما أكمل آية أحس صوته يدعش شوي شوي وحركته تصير أبطأ، لحد ما شفته كأنه يتراجع لورا. جسمه صار مثل الدخان وبعد اختفى قدامي تماما، كأنما كان موجود من الأساس. رجعت البيت وأنا مرعوب ومصدوم وما قدرت أنسى اللي صار. أيام وأسابيع والمشهد قدام عيوني، الأذان الطويلة، الابتسامة المخيفة، العيون البيضة، وصوت النباح اللي كان يملى المكان. بعدها بدأت أستوعب إن اللي صار مو مجرد خيال ولا وهم، اللي صار كان احتكاك حقيقي بين الجن والإنس. وفعلا هذا الشيء موجود في الدنيا، حتى لو إحنا ما نشوفه دايما، بس مو كل شيء ما نشوفه هيكون مش موجود.